السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة ده فطرنا بقى محشي. انا عملت معاكم المحشي كتير ففطرنا بسرعة كده وخرجنا النهاردة. عملت طاجن ورق عنب باللحمة في الفرن بصوص الليمون وعملت محشي. هنا بقى خرجنا نزلنا بعد الفطار. النهاردة ان شاء الله يكون فيديو خفيف لان احنا بقالنا كتير جدا ما خرجناش، فقلنا ان احنا نخرج بقى ونخرج الولاد وكده شويه. رحنا مول العسيم، الملاهي وكده بس، وتمشينا شويه اتفرجنا على اللبس والحاجات يعني والخصومات والحاجات دي عشان طبعا لبس العيد وكده. لسه ما جبناش يعني، هبقى وانا بجيبه يعني ان شاء الله هبقى اصور لكم وتشوفوا الاسعار وكده اللي موجود في الرياض يعني. تمام. هنا بقى وصلنا المول وكده. هنا بقى داخلين هنشوف بقى كل الحاجات اللي موجودة في المول. طبعا انا بحب اشوف المحلات. ده مزار كير يعني، لبس الاطفال. وده سنتر بوينت، حلو جدا جدا وحاجته جميلة جدا سنتر بوينت. خصوصا كمان الناس اللي موجودة في الرياض، خصوصا الجينز، بنطلونات الجينز الحريمي حلوة جدا، واللبس الهيلز والسويت شيرتات وكل الحاجات دي طبعا. بس احنا بقى طبعا ايه، عشان نزلنا بعد الفطار كانت تقريبا الساعة 9 لما نزلنا. فكنا مستعجلين جدا يعني نقعد شوية بالولاد ونمرجعهم وكده، نظبط لهم الدنيا يعني وكده عشان هما ما كانوش خرجوا قبل كده يعني، بقالهم كتير قوي ما خرجوش. تمام. فاتفرجنا شوية وبعدين قلنا بقى لما ننزل نشتري نبقى نتفرج بالتفصيل، وهصور لكم برضو كل التفاصيل. ولو حابين ان انا اصور لكم كمان لبس العيد وكده بتاع الولاد هصوره لكم. تمام. هنا دي الشوزات الرجالي والحاجات دي هوريكم بقى. هنا الهيلز والحاجات الحريمي والشوزات وكده اهي زي ما انتم شايفين كده. كنت بصور لاني كنت بتكلم يعني مع زوجي وكده وكان بيوريني حاجات فكنت بصور معاه. تمام. بس هنا بقى بصوا الهيلز والحاجات الحلوة دي، القمر بتاعت البنات. بس طبعا ما صورتش بالتفاصيل قوي قوي يعني عشان طبعا كنت بتكلم فبديله الاهتمام الاول يعني. المهم هبتدي بقى اصور لكم الحاجات الحريمي طبعا عشان انتوا بنات كده بتتفرجوا معايا. بصوا الحاجات دي تحفة جدا على العبايات وحلوة جدا ومريحة جدا في اللبس، خصوصا الكعب اللي هو الصغير ده مريح قوي في اللبس بكل حاجة بالشنطة بتاعتها. بصوا على فكرة يا جماعة، هي الحاجات دي مش بتلمع وبتبرق كده فمش شيك ومحتاجة فرح. بالعكس الحاجات دي ممكن تتلبس. بصوا كعبها حلو قوي. بصوا دي ب179 بعد الخصم طبعا. حلو، سعرها حلو يعني، وطبعا جلدها حلو جدا. تمام. هنا بقى الحاجات، الناس اللي بتحب الحاجات المفتوحة والكعب اللي هو المثلث ده، تمام، انا ما بحبش الكعب ده. تمام. هنا بقى طبعا خدنا يعني لفة كده بسيطة وبعدين بقى ايه طلعنا لان الولاد مستعجلين وعايزين يطلعوا الملاهي على طول. اول ما بيخشوا المول بيبقوا عايزين يطلعوا الملاهي على طول، مش عايزين حتى يبصوا على اي حاجة، فاهمين؟ بس طبعا اكيد يعني ولادكم كلكم كده يعني. بس فدخلنا المول وكده. انا ما نزلتلكمش طريقة المحشي لاني انا عملت معاكم المحشي قبل كده كتير وكده. فطرنا بقى بسرعة، ما كانش عندي وقت بصراحة ان انا اصور يعني لاني كان الوقت ضيق، فاهمين؟ بصوا في المول في قطر كده بيركبوه ويلففهم المول كله. تمام. بس طبعا هم مش عايزين يركبوا اي حاجة غير الملاهي، يطلعوا الملاهي كده ويركبوا ويلعبوا ويتنططوا وكل الكلام ده. بس بس كده هو دخلنا بقى. طبعا انا مش بصور اشخاص وكده ما ينفعش، فبوريكم المول بقى واحنا طالعين وكده. و2020 ده لبس اطفال رهيب للبنات وقمة الكيات عايزة اقول لكم. بس اسعاره طبعا واو 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 يعني، بس كان عامل عروض حلوة. تمام. كان عامل 3 ب93 ريال، ال3 قطع او ال5 قطع ب93 ريال يعني حسب القطعة. تمام. ممكن بقى تخشي تشتري طقمين او لبس بيت مثلا بيجامتين، بتنقي بقى تختاري فستان بيجامتين زي ما تحبي يعني. تمام. يروح يلا. بس كده. بس انا ما دخلتش طبعا اهو، بس بوريكم بقى المول. طبعا انا اسفه على صوت الولاد اللي كان في الفيديو كده. المهم
بس طلعنا بقى الدور الثالث اللي هو اخر دور، يعني نشوف المول وكده من فوق. انا كنت بوريه لكم. بصوا انا كنت بصور لكم الاول مول العظيم اللي كان في الاحساء، مدينه الاحساء. احنا دلوقتي نقلنا الرياض وعايشين في الرياض. ده المول، فده المول اكبر يعني اكبر، وفيه محلات اكتر، يعني في كل الفروع المحلات موجوده، في سنتر بوينت، ماكس، زارا، كل الماركات، كل حاجه موجوده يعني، فاهمين قصدي؟ بافلي هيلز، كله موجود. تمام. المهم اهو المول بقى كده. طبعا بنشحن هنا، بنبتدي بقى ان احنا هندخل المول وكده. كان في ناس والله وكده، وفي ناس فتره كانت موجوده، بس كان زحمه، ما كناش متوقعين ان هو زحمه كده. فخرجنا بقى نمرجح الولاد كده شويه ونتمشى شويه بدل قعده البيت ورمضان. طبعا انتوا عارفين قعده البيت ومطبخ، بس يعني بالنسبه لنا رمضان مطبخ لاني وقت الفطار وقت رمضان ضيق، فالفطار ورا السحور على طول، ما بيبقاش في وقت. تمام. بس كده اهو احنا داخلين هنا. هنا بقى يعني المول عبارة عن ان احنا بنشحن كارت حسب طبعا المبلغ اللي بتشحنيه، بتاخدي على نقط عليه لكل الالعاب. بتستخدمي الكارت ده زي كارت الفيزا كده. تمام. هو تقريبا في منه في كارفور نفس الفكرة يعني. في كارفور وكده ما بتخش الملاهي اللي في كارفور، بتشتري كارت وبتنزلي عليه، بتشحنيه بسعر معين، مثلا ب100 بتاخدي مثلا نقط ب150 للألعاب كده يعني. نفسه يعني. تمام. بس هنا مختلف شوية. بس كده انا بقى حبيت ان انا اصوركم، بس طبعا ما ببقاش عايزه اصور اشخاص اكتر، فبالتالي انا ما ببقاش حابه ان انا اصور طول ما انا بره. ما بحبش اصور كتير، لان بيبقى في اشخاص قدامي، فبنضطر ان انا اجيب الكاميرا عليهم. فانا ما بحبش اصور اشخاص، مش عشان حاجه، بس يعني الخصوصيه وكده، فاهمين؟ وانا بحترم الخصوصيه جدا يعني عن الناس، يعني بحترم خصوصيات الناس، فاهمين؟ بس هنا بقى دي ألعاب بنجيبها، وطبعا بتتاخد على طول يعني، بنكسبها. بيبقى الولاد مروحين بدباديب وألعاب، ويكونوا مبسوطين وكده. هنا بقى هنبتدي ان احنا نشحن. هنا بنشحن، بابانا بيشحن لنا يعني. بقى لنا كتير طبعا ما خرجناش. هنا تشحن ب200 تاخد 500 نقطة، مش 500 نقطة، 500 ريال يعني، فاهمين؟ ب200 تاخد 300 بس كده. وخرجنا الولاد ومرجحناهم وقضينا اليوم بره. وهنا بقى كنا مروحين طبعا عشان السحور وكده. كانت تقريبا حوالي الساعة 12 مروحين. بس كانت خروجة على السريع كده حلوة، نفك فيها شوية، نطلع بره البيت شوية. بس يعني عايزة اقول لكم اقل حاجة مهم ان انتي خروجة بسيطة يعني، دي تغير مودك من ان انتي تبقي مثلا قاعده مخنوقه في البيت او متضايقه وكده. المهم ان انتي ولادك يكونوا فرحانين وانتي تفرحي بالخروجه والجو يعني وكده. مهم ان احنا نكون غيرنا جو وغيرنا مود بدل قعده البيت عامه. تمام. بس حاولي تفرحي نفسك باي حاجه هتغيري يعني نفسيتك، عشان تقدري حتى تتواصلي مع الاطفال عامه يعني. بس هنا بقى الطريق، وانا بحب طبعا، انتوا عارفين ان انا بحب اصور الطريق وكده. كنا مروحين، وطبعا روحنا على طول. ابتديت ان انا اعمل السحور بقى. عايزه اقول لكم وقت رمضان ضيق جدا بالنسبه لي، والله ضيق جدا جدا يعني. الحمد لله على كل حال، وخصوصا كمان ان انا عندي حضانه، فولادي يعني ابني في الحضانه، فبيبقى الوقت ضيق الصبح وكده. فتمام يعني، بنصحى من بدري قوي. بس الحمد لله على كل حال، ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. وان شاء الله ما اتاخرش عليكم الفيديوهات. انا اصلا انا بتاخر على الفيديوهات، بس والله فعلا ما عنديش وقت، والوقت ضيق جدا وما بقاش عارفه اصور. بيبقى عندي فيديوهات كتير بس مش عارفه انزلهم، ما عنديش الوقت اللي انا انزلهم. الوقت بيعدي بسرعه، فبكسل طبعا ان انا انزل فيديو، اعمل مونتاج، كل الكلام دوت بياخد وقت كبير، وانا ولادي صغيرين محتاجين وقتي، فاعذروني يعني.
بس محتاجه منكم لايكات وكومنتات حلوه كتير منكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد وباي باي.